اهلا وسهلا بيك في حلقه جديده من بودكاست مصدر دخل، البودكاست اللي بيتكلم في كل ما هو متعلق بالفلوس والبيرسونال فاينانس وحالتك الماديه. وخليني ابدا الاول باعتذار رسمي. الاعتذار ده علشان انا ما خليتش دي اول حلقه خالص في السيريز او في القناه عندنا، لان الحلقه دي فعليا اهم حلقه، ومن غير الحلقه دي انت ما ينفعش اصلا تسمع بقيه الحلقات ولا ينفع اصلا تخش تعمل فلوس. فانا بعتذر عن الموضوع ده، والحمد لله ان ربنا قدرني ان انا اصور الحلقه دي. الحلقه دي هتتكلم على الحلال والحرام في الفلوس. مستحيل تبقى انت شخص عايز تعمل فلوس وعمرك ما سالت نفسك هي الفلوس دي حلال ولا حرام. فعشان كده الحلقه دي هنركز في الموضوع ده. وخليني في الاول كده ابرأ ذمتي واقول لك حاجه مهمه جدا. انا مش شيخ ولا رجل دين ولا رجل دارس، ولا حتى اصلح ان انا اقول لك والله دي حلال ودي حرام. والفكره ان في الفيديو ده انا مش جاي اقول لك المجالات دي حلال والمجالات دي حرام، لا. اللي جاي اكلمك فيه اهميه التحري من الحلال والحرام، ليه ده مهم وليه الحرام ده حاجه وحشه جدا. وتاني حاجه ازاي لو انت في مجال معين شفته ازاي تاخد خطوات صحيحه علشان تعرف المجال ده حلال ولا حرام. وتالت حاجه هنتكلم فيها ودي المهمه قوي اللي هي الشبهات. طب لو في حاجه فيها شبهه نعمل ايه فيها. ورابع حاجه ودي من اهم الحاجات برضو، ان في مجالات بتبقى حلال خلاص انت اتاكدت انها حلال، بس انت عشان عملتها بطريقه معينه بقت حرام. فازاي برضو نبص على الليفلز او التفاصيل اللي داخل النيش او المجال بتاعي علشان نطلع الحلال منه ونبعد عن الحرام اللي منه. فدي ان شاء الله اللي هنتكلم عنه في الحلقه دي. وخلينا نبدا كده في الاول في اهميه التحري في الحلال والحرام. انت ما ينفعش تكون ناوي تعمل فلوس من غير ما تسال الفلوس دي جايه منين. مستحيل. ما ينفعش تبقى عايز تعمل فلوس وما فكرتش في ربنا سبحانه وتعالى. ليه بقول لك ما ينفعش؟ لان فعليا الفلوس دي ما بتجيش من الشغل ولا من السعي بتاعك. يعني انت ما ينفعش تقول انا والله هخش العب قمار والفلوس هتجيلي من القمار. الفلوس ما بتجيش من القمار، والفلوس ما بتجيش من الشغل، وما بتجيش من الفريلانسنج. الفلوس بتيجي من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى معاه الرزق كله، معاه الفلوس كلها واي نوع رزق تاني، وربنا سبحانه وتعالى بيوزع الارزاق دي زي ما هو شايف. فدلوقتي انت ما ينفعش اصلا تكون بتسعى ورا رزق معين من غير ما تشوف اصلا الحلال والحرام. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى وعدك بالرزق ده، وعدك بالمبلغ اللي هيجي لك. لو انت مكتوب لك مثلا ان انت هتعمل 3 مليون جنيه في ال50 سنه اللي انت هتعيشهم، هم كده كده هيجوا لك. انت اللي بتاخد القرار الواعي هم هيجوا حلال ولا هيجوا حرام، بس هم كده كده هيجوا لك. فعشان كده لازم دايما لو انت بتفكر في موضوع الفلوس لازم تفكر هي حلال ولا حرام. لان انت راجل مسير في حته هو انا هعمل كام قبل ما اموت، بس مخير في حته هو انا هعملها بالحلال والحرام. بيقول لك الراجل اللي راح يسرق بنك وسرق مليار دولار، يعني سرق مبالغ كبيره جدا، وهو كان شحات وعاش 40 سنه شحات وسرق مليار دولار، حلو، وبعديها باسبوع مات. بيقول لك ان يعني ربنا سبحانه وتعالى طالما الراجل ده كان معاه مليار دولار، فربنا سبحانه وتعالى كان كاتب له ان هو هيعمل مليار دولار. هو قرر انه يسرقها. لو كان صبر الفتره دي، كان قبل ما يموت برضه، اللي هو كان هيموت كده كده في الميعاد ده، كان هيجيله المليار دولار دول. ازاي؟ ما اعرفش. ورث بقى حد اداها له هديه، وقع فيها، عمل شركه كسرت الدنيا في يوم ومات بعديها باسبوع، ايا كانت. بس هي طالما حصلت يبقى هي كانت مكتوبه، ولكن هو للاسف تسرع وجابها من الطريقه الحرام. فعشان كده انت حتى لو لقيت ان الحرام مغري او في فلوس قدامك لدرجه انت اصلا معمي من انك تشوف الحلال والحرام، افتكر الفلوس دي كده كده لو مكتوبه لك هتجيلك. واوعدك هقول لك قصه في الحلقه النهارده لسه حصل لي من اسبوع بالظبط، والقصه دي فعلا غيرت حياتي، بس انا هاجلها لحته الشبهات عشان هي هتربط كل حاجه في بعض. فانا دلوقتي قلت لك على اهميه ان انت تتحرى في الحلال والحرام. خلينا برضو نتكلم على مشكله الحرام. الفلوس الحرام دي عامله زي الكانسر، عامله زي الفيروس كده اللي هي بتاكل في نفسها. الفلوس دي ما فيهاش بركه، وموضوع البركه ده حاجه ما اقدرش اوصفها لك بالكلام، بس هي صدقني حاجه حقيقيه جدا. عارف لما انت عارف ان في رقم في حسابك في البنك وتصحى من النوم وما صرفتش فلوس، وتفتح حسابك في البنك وتلاقي رقم اقل بكتير، او انت عارف ان في 1000 جنيه في المحفظه وتفتح المحفظه تلاقيهم 600 وتقول هم ليه 600؟ ما انا عارف ان هم كانوا 1000، هو انا صرفت ال 400 فين؟ هم ما اتسرقوش. هي فعلا مواقف بتحصل بالشكل ده، وهي دي قله البركه. لان قله البركه مش معناها طبعا فلوسك بتختفي، لا، مش ده اللي انا بحاول اوصله. بس قله البركه معناها ان انت حاسس ان انت لا انا معايا فلوس، بس لما تيجي في امر الواقع اللي هو هي الفلوس دي بتعمل ايه؟ انت بتصرفها في حاجات انت عايزها، سواء بقى محتاجها، عايزها، بتلعب، ايا كان. لما تيجي تصرفها وتلاقي ان هي ما اديتكش اللي انت عايزه، لما تيجي تقول والله انا بحوش كل الفلوس دي علشان اسافر الرحله اللي في الاخر هتخليني بقى افصل وافسد دماغي بقى ايه وابقى رايق،
وتروح السفريه وتلاقي ان انت اتقدرت اكتر ما اتحسنتش، او تروح السفريه والسفريه تبقى كلها صعبه وكلها مشاكل، او السفريه تتلغي في الاخر، او فلوسك تتسرق. كميه حاجات ممكن تحصل من الفلوس الحرام، ودي اللي اسمها البركه. الفلوس الحلال فيها بركه الحمد لله، والفلوس الحرام منزوع منها البركه وبتقعد تقل وبتقعد تاكل فيك. ونيجي عند المشكله الاكبر. تخيل معايا انت دلوقتي سرقت بنك، حلو، وبقى معاك مليون جنيه، وبعديها قررت تتوب يا سيدي، والحمد لله تبنا وكله تمام، وربنا ان شاء الله يقبل توبتك، مفيش مشكله. ما ينفعش المليون جنيه اللي انت سرقتها دي تفضل معاك، ده مش اوبشن يعني. بس انا تبت خلاص، ايوه، بس المليون جنيه دي مش بتاعتك. هتقول لي مفيش مشكله، انا هتبرع بالمليون جنيه دي. ما ينفعش تتبرع بالمليون جنيه دي، حتى ده مش اوبشن. هتقول لي ليه؟ ما انا بعمل بيها خير اهو، ما ده بيحللها. مفيش حاجه اسمها كده. ده يعني انا مش عارف الشرع ده جبناه منين، بس هو مفيش حاجه اسمها كده. المليون جنيه دي لازم ترجع لصاحبها، لازم تروح للبنك تقول له اتفضل المليون جنيه، وهي دي الطريقه الوحيده اللي انت كده تكنسل الفلوس الحرام تخليها حلال. وطبعا برضو في مفهوم عايز اقوله ملوش علاقه بالحلقه، بس انا يعني سمعته مش عارف الناس بتقوله. لو في راجل دلوقتي هو بيسرق، او هو مثلا بيقبل رشاوي مثلا يعني، وبعديها رجع البيت وولاده صغيرين، اطفال صغيره احباب الله عندهم 10 سنين، فجاب لهم اكل بالفلوس دي، مفيش حاجه اسمها ان هم بياكلوا اكل حرام، مفيش حاجه اسمها كده. هو فلوسه حرام، هم ما لهمش دعوه. هو لو اداهم مبلغ مصروف عشان يصرفوه، هم مش عليهم حرام ولا فلوسهم حرام، هو اللي فلوسه حرام مش هم يعني. بس عشان نحط المفاهيم صح شويه. فنرجع لموضوعنا. الفلوس الحرام انك تكفر عنها او كده لازم ترجع لصاحبها، وليها شروط كتيره جدا. فحتى ان انت تتوب منها الموضوع صعب، الموضوع مش سهل، وده السبب ان انت اصلا ما كانش من الاول مفروض تعمل فلوس حرام. فده كده اول شق، اهميه الحلال وقد ايه الحرام ده وحش جدا ولازم يبعد عنه، وده شيء بديهي. ولكن للاسف هحكي لك قصه. ان كان في واحد قريبنا يعني، هو صغير في السن يعني، هو اعتقد جين زي ولا حاجه كده، فهو كان لسه في الجامعه، كان في اولى جامعه او في تانية جامعه، وكان بيحكي لنا حاجه غريبه جدا. وانا بقول غريبه بالنسبه لي لان وانا في الجامعه ما كانش عندنا الحاجات دي نهائيا. هو بيقول لي انا 3/4 الشباب في دفعتي حاجتين: اولا مديونين، ودي حاجه بالنسبه لي كارثه. هو ليه في راجل عنده 18 سنه مديون؟ ودي حلقه تانية نتكلم عنها. تاني مشكله بقى ودي الاكبر، بيعملوا فلوس من القمار. ايه ده؟ ازاي بيعملوا فلوس من القمار؟ في مش عارف ابلكيشن على الموبايل ولا ايه، زي بيعملوا رهان على مثلا فريق كرة هيكسب او واحد هيجيب جون او مش عارف ايه، وبيعملوا فعليا فلوس من الحاجات دي كلها. وانت بتيجي تقول له، هو يعني بيحكي لنا، انا بقول لهم يا جماعه الحاجات دي حرام ومش عارف ايه، هو الحمد لله متربي كويس يعني، فيقول لهم الحاجات دي حرام يا جماعه، فهم يقولوا له يا عم فيها ايه؟ طب ما احنا بنشتم وبنعمل وكده. هم برضو مش قادرين يفهموا ان الحرام عن الحرام بيفرق، وان في كبائر، وان في فلوس حرام، ودي حاجه اوحش بكتير عن ان انت مجرد يعني ضايقت واحد وتاسفت له في الاخر او كده يعني. هم مش قادرين يفرقوا ما بين قد ايه الحاجه دي كبيره قوي. وبرضو الحاجه دي صدمتني، لان هو بيقول لي 3/4 الدفعه كده، 3/4 الشباب بتعمل الموضوع ده. هي الفكره طبعا كلها، هل هم مش عارفين ده حلال ولا حرام؟ دي مشكله. ولا هم عارفين وبيعملوه؟ دي مشكله اكبر. ولا الاهالي هي المشكله؟ ايا كان، بس ده ممكن يبقى سبب اصلا اللي ما يعرفش ان ده حرام. دي مصيبه كبيره جدا، ولازم يسال ده حلال ولا حرام. واللي قابل الفلوس الحرام لازم يفهم هو قابل ايه. هو لازم يفهم ان هو لحد يوم القيامه هو رايح في داهيه كبيره جدا، وده لازم نفهمه. عشان كده يعني انصحك انك تروح لشيخ بيتكلم عن الموضوع ده، او تشوف فيديو لحد موثوق فيه بيتكلم عن الموضوع ده. طيب نخش على الخطوه اللي بعد كده. انا دلوقتي يا وائل شفت مجال معين عايز ابدا فيه، عايز اعرف هو حلال ولا حرام. اول غلطه واكبر غلطه انت بتعملها وغيرك بيعملها، ان انت مثلا شفت وائل بيتكلم عن مجال معين، فبعت لوائل بتقول له يا وائل هو المجال ده حلال ولا حرام. او انت في مجال معين في دماغك وانت بتتفرج على وائل عشان هو بيتكلم عن الفلوس، فرحت قلت له وائل هو المجال ده حلال ولا حرام. انت دلوقتي رايح تسال واحد لا يفقه شيء في الدين. ومش عشان انا في فيديو قلت لك ايوه اصل انا سالت على الموضوع ده وقالوا لي حلال فانا خلاص سالت نيابه عنك، مش معناها ان انا اصلح ان انا اديك فتوى هل ده حلال ولا حرام. ملوش اي علاقه. فانت رايح اكنك رايح مثلا لكهربائي وبتقول له اخلي ولادي يعمل عمليه في بطنه ولا لا، تفتكر ايه؟ هيقول لك يا عم انا مالي. مش انت ابنك عمل عمليه في بطنك؟ هتقول ماشي ابني عمل عمليه في بطنه، بس الدكتور اللي قال لنا يعني، ما مش معناها ان انا خلاص بقيت اعرف افتي لك واقول لك ابنك كمان محتاج يعمل عمليه. مش منطقي. لازم انت اللي تروح للدكتور تساله. ففكره ان انت تسال اي حد عابر في الشارع او حد انت بتستأمنه قوي او بتحترمه قوي، ده شيء مش طبيعي ومش صح، ولا حتى مفروض يعني الصح، ولا حتى تسال اهلك. انت المفروض تروح تسال الناس اللي فاهمين في ده، اللي هم بقى شيوخ مفتي مش عارف ايه والكلام ده. وهنتكلم برضو شويه في النقطه دي يعني على قدنا يعني. فاللي عايز اوصله، انا بيجي لي مسجات كتيره جدا حد يقول لي يا وائل هو المجال ده حلال ولا حرام.
مستحيل ارد عليك، لان انا لو رديت عليك انا اللي هروح في داهيه. طب لو قلت لك حلال وهو طلع حرام، طب انا لو شيخ قال لي حلال فانا قلت لك حلال وهو طلع حرام، انا فعلا الشيخ هو اللي هيشيل ذنبنا كلنا، بس انا هشيل ذنبك برضو، ما انا اديتك المعلومه وانا اصلا مش المفروض اديها لك من الاول. فعشان كده لازم تسال الناس اللي فاهمه، اللي فعلا فاهمه. هنا بقى نيجي نتكلم على حاجه مهمه جدا انا عرفتها من قريب الصراحه، مش هكدب عليك، وهي فعلا غيرت لي الدنيا. في فرق ما بين فقه المذاهب وما بين الفتوى، ده اللي احنا مش قادرين نفهمه. يعني ايه؟ يعني انت بتروح لدار افتاء ايا كانت البلد بتاعتك وبتسالهم سؤال معين، دار الافتاء بيفتي لك بناء عليه. اولا هو مش بيفتي لك من دماغه، لان انت اي دار افتاء هتسالها هيديك كده المراجع او الريسورسز اللي تقول لك والله هو ده الكلام الصح وده الكلام ده، يعني ده الشخص الفلاني اللي قال كده والشخص ده موثوق فيه ليه اصلا. يعني بيدوا لك المراجع دي كلها وانت ممكن تراجع وراهم وهتلاقي ان كلامهم صح. الفكره مش هنا، الفكره ان في فرق. ان دلوقتي انت مثلا بتسال عن حاجه معينه، فهو يقوم يجيب لك قول من اقاويل مذهب من المذاهب في حته معينه في العالم في وقت معين في العالم، ويقول لك ساعتها هم قالوا انها حلال، ففي قول بيقول انها حلال. هم ليه بيعملوا كده؟ ليه دار الافتاء بتعمل كده؟ دار الافتاء بتعمل كده، انا بتكلم على اي بلد عامه، اي دار افتاء بتعمل كده علشان تسهل الموضوع للعوام. لان لو في يوم من الايام في مذهب معين حد موثوق فيه قال حاجه معينه، المذهب ده بيسمع كلامها، المذهب الاخر ده بيسمع كلامها. فده معناها ايه؟ معناها ان لو في حد اجاز الموضوع ده طبعا بسند وبحاجات كتيره جدا، ده معناها ان الموضوع ده مجاز في حته. يعني انت الموضوع ده ممكن يبقى مثلا في مصر هنا يقول لك لا حرام نعمل كده، تروح دوله تانية زي المغرب يقول لك احنا عادي بنعمل كده. وكمثال بسيط مثلا الجمبري احنا بناكله في مصر، في بلاد معينه في الدين بتاعها الاسلامي حرام، في المذهب بتاعها حرام ناكل جمبري عادي. دي مذاهب وفي سند لده، يعني في اسباب لده، هو مش فتوى وخلاص، مش فتي وخلاص. فاللي عايز ارجع له تاني ان دلوقتي لما يجي حد في الفتوى يقول لك قول حلل الحاجه، ده القول انت ليك الحق انك تقول انا هتبعه ولا لا. انما المفتي مش بيدي لك بناء على المذاهب، لان احنا مش كلنا مذهب واحد. فانت لو رحت سالت في فقه المذاهب، لو رحت مثلا قلت انا شافعي مثلا ورحت لواحد شيخ بتاع فقه شافعي وقلت له هي دي حلال ولا حرام، هيقول لك والله عندنا في الشافعيه هي مثلا حلال او هي حرام مثلا، ده في المذهب ده. ولكن لو رحت مثلا لواحد مالكي هيقول لك لا هي عندنا حلال. طيب انت بقى تعمل ايه؟ فلما تروح للمفتي، المفتي انت تساله هي حلال ولا حرام يا شيخنا، هيقول لك والله في قول في المالكيه بيقول انها حلال، هو قال لك كده. مش معناها ان الراجل ده كذب عليك، مش معناها لما تسمع فيديو على يوتيوب لشيخ والشيخ ده يقول لك لا دي حرام فانت تقول يا نهار ابيض دار الافتاء كدبت عليا قالت لي حلال بس هي طلعت حرام. لا، في المذهب ده وفي المذهب ده وفي مذهب ثالث ورابع وخامس وهكذا. فاللي عايز اوصله لك من الاخر ان انت اولا لو عايز تسال حد في الحلال والحرام لازم تسال حد انت واثق فيه. حلو. ثانيا لازم تفهم اللي انت بتساله ده شيخ، ولا اللي انت بتساله ده بتاع فقيه، ولا اللي انت بتساله ده مفتي. ولازم تفهم ايه المرجع اللي وراه. ولو انت مهتم قوي كده اساله طيب ده تبع اني مذهب، او المقوله دي تبع اني مذهب. ولو انت اصلا لازم تعرف انت مذهبك ايه، حتى لو انت عايز تقول انا هتبع ده مش الكلام ده ومش عارف ايه، وهو مش عك وخلاص يعني. فاللي عايز اوصله لك اسال الناس الفاهمه بدل ما انت عمال تسال اي حد خلاص، او بدل ما انت ما بتسالش اصلا. فدي اول حاجه خالص. يعني موضوع كبير شويه يعني، بس انا عشان اتعلمته جديد فبحاول اتكلم فيه اكتر كمان. فده ازاي تعرف تسال مين وتساله ازاي. والراجل ده هيقول لك على الحلال والحرام وامشي على كلامه لو انت اقتنعت بيه. طب انا بقى سمعت كلام المفتي او الشيخ او كده وما عجبنيش الكلام، ما اقتنعتش بيه. فهنا نيجي في حته الشبهات. اولا خلي بالك لو المفتي ده قال لك الحاجه هو صح انت ما اقتنعتش بيه، دي قصه تانية، انت قلبك بيقول لك لا، دي قصه تانية، مش معناه ان هو كلامه غلط او فيه شبهه، بس انت اللي مش مستريح له. فنتكلم هنا على حته الشبهات من ناحيه لو انت مش مستريح لمجال معين. خلي بالك لو في حد قال لك ان حاجه حرام، قال لك ان المجال ده حرام، وانت قلبك بيقول لك الصراحه انا حاسس انه حلال، اوعى تسمع كلام قلبك. قلبك بيعك الدنيا دي اصلا، ده مش قلبك اللي بيتكلم، دي شهوتك اللي بتتكلم، دي النفس الاماره بالسوء هي اللي بتتكلم مش قلبك. انما لو حد قال لك على حاجه انها حلال بس قلبك محسسك وانا مش حاسسها حلال، مش حاسس ان انا يعني فعلا ينفع اعمل كده، ساعتها تمشي ورا قلبك وتستفتي قلبك وما تعملش الحاجه دي. وهي دي اللي بالنسبه لك انت شبهه، بالنسبه لك انا شاكك في الامر. فاللي يستحسن في حته انك شاكك في الامر انك تبعد عن الحاجه خالص. لو انت شاكك في اي موضوع، حتى لو اجازوا الموضوع قالوا انه حلال، لو انت ما زلت شاكك وقلبك مش جايبه ما تروحلوش عادي جدا.
وفي امثله كتير جدا في التاريخ وفي الاسلام حاجات كانت حلال في وقتها والناس ما بتعملهاش، منها شرب الخمر. ليه؟ هو مش حاسس، قلبه مش جايبه. سيدنا عمر بعد ما اسلم ما كانش قلبه جايبه، حاسس ان هو مش المفروض نشرب الخمره دي مع انها كانت لسه مش حرام. وابو بكر الصديق رضي الله عنه برضه عمره ما شرب خمره في حياته. فدي كلها امثله توريك ان عادي ممكن تبقى حاجه حلال، بس انت برضه عشان بتحب ربنا قررت انك تبعد عنها، وده مطلوب منك برضه. وفي الحته دي تستفتي قلبك انها اتقال لك انها حلال وانت شايف انها مش حلال، مش في العكس، عشان العكس ده مشكله تانية خالص. طيب نخش على الليفل اللي بعد كده. وقبل ما نخش طب احكي القصه اللي انا كنت عايز اقولها. احنا الاسبوع اللي فات بالصدفه سبحان الله يعني تبع الشركه عندنا بنقفل ديلز، فجالنا اكبر ديل تقريبا في حياتنا. الديل قيمته كان $100,000. هم عايزين مننا شغل، غالبا الشغل ده هياخد مننا بتاع 3-4 ساعات بالكتير. فاحنا عمالين نقول يا نهار ابيض هيجي لنا ما شاء الله يعني $100,000 في شغل 3-4 ساعات، دي حاجه حلوه قوي وديل كبير قوي وكلنا عايزين ناخد الديل، يعني عايزين نقفل الديل ده. طبعا المشكله ان الشركه دي هي مش حرام، يعني هي مش حرام، بس هي بتعمل حاجات كتيره مختلفه عجيبه. في حاجات من اللي الشركه بتعملها حرام، وفي حاجات من اللي هي بتعملها حلال. واحنا كده قلنا خلاص الحاجات الحرام دي مش هنعرف نعملها معاهم، والحاجات الحلال هنركز فيها. وحتى الحاجات الحلال معقده جدا وفيها مشاكل كتيره جدا، فاحنا قعدنا يعني ميتينجز كتيره وساعات كتيره عمالين نناقش طب ازاي هنتاكد انها حلال، طب ازاي هنتاكد ان اللي احنا اتاكدنا منه فعلا حلال، وبنخش في جدالات وتفاصيل. وطبعا الفكره احنا ليه اصلا حاطين المجهود ده كله؟ لان احنا عايزين $100,000. موضوع منطقي جدا. وصلنا لمرحله معينه ان احنا عمالين نجادل بعض لدرجة ان احنا كده وقفنا وخدنا القرار ان احنا مش هنكمل الديل ده يا جماعة، مش هنمضيه. يا حبيبي $100,000 معلش يا جماعة. بصوا في شبهات كتيرة جدا، واحنا قلبنا مش مستريح بس عايزين الفلوس، فاحنا بنقاوح ضد قلبنا عشان بس عايزين فلوس. فاحنا وصلنا لنفس الفكرة، والله لو الفلوس دي مكتوبة لنا هتجيلنا من حتة تانية، ولو احنا قلنا لا عشان الشبهات عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى، يبقى الفلوس كمان هتجيلنا بزياده او ببركه اكتر كمان، مش عارف ايه دي لو مكتوبه لنا. ولو رفضنا وما جاتلناش الفلوس يبقى اصلا ما كانتش مكتوبه لنا عادي، وكان اختبار في حاجه تانية خالص مش مشكله. فاحنا خدنا القرار للاسف ان احنا مش هنمضي الديل ده، وعلى قد ما احنا زعلانين على الفلوس على قد ما سبحان الله قلبنا ارتاح. هو ده بالظبط فكرة الشبهات، ان مش ضروري الحاجة حرام 100%، ولكن انت استفتيت قلبك وارتحت اكتر انك تبعد عنها وخلاص. وده طبعا احسن كتير جدا في الدين، لانه بيضمن لك الاحسن، يعني بيضمن لك ان خلاص انت بعيد عن الشبهة، طلعت حلال طلعت حرام بره عني يا عم، انا في الحتة اللي انا مرتاح فيها. تعال بقى دلوقتي نخش على اخر حتة في الفيديو. دلوقتي في مجالات حرام وفي مجالات حلال. فتعال نتكلم مثلا عن الفريلانسنج. انت شغال فريلانسر، راجل بيقدم خدمه، والفريلانسنج حلال. ليه؟ لان انت راجل بيشتغل بيتعب بيدي حاجه بنفسه وبياخد فلوس عليها. موضوع بسيط جدا ما فيهوش اي حاجه. طيب في نوع فريلانسنج حرام زي ايه؟ زي اولا ان انت تبقى فريلانس في مجال حرام اصلا. يعني المجال نفسه، مثلا بدي مثال مش حقيقي بس مثلا يعني انا فريلانسر مثلا بصنع سجاير في البيت مثلا، فده حرام. هي السجاير اصلا حرام وانا بصنعها، فده اصلا فريلانسنج حرام. فده شق. في شق ان انا مثلا فريلانس جرافيك ديزاينر، تصميم عادي جدا حلال مفيش مشكله، بس انا بعمل تصاميم لمثلا محل بيبيع خمره، ده حرام منطقي يعني. فانا كواحد فريلانسر، يا مولانا هو الفريلانسنج حلال؟ قال لك حلال. يا مولانا هو الجرافيك ديزاين والفوتوشوب حلال؟ حلال يا سيدي. بس انت عملت جرافيك ديزاين لايه؟ لمحل خمره، حرام يا سيدي. فهنا حاجات حلال اهي حرمناها. فعشان كده موضوع الحلال والحرام نسبي وبناء على تفاصيل كتيره جدا، هو مش باينري، مش لا دي حلال ودي حرام يلا توكل على الله. فعشان كده انت لازم دايما تخش في تفاصيل كل حاجه، لازم دايما تتحرى الحلال والحرام في كل حاجه. مفيش حاجه اسمها يا سيدي كل انواع الفريلانسنج حلال يلا اشتغل بس وسيبك والفلوس حلال وطنش، لا لازم نخش في تفاصيل. ودي مشكله اللي اكتريه الناس بتقع فيها، ان هم بيخشوا في مجال اصلا سهل وحلال وبعديها بيدوروا يعني بيخشوا في حتت حرام فيها ومش بياخدوا بالهم. ونيجي عند يعني المثال التاني اللي عايز اوصل له، وهو مثال حته بتتكلم عن النيه. يعني لو انت يا سيدي شغال شغلانه حلال بس نيتك ان انا والله انا هعمل بقى الفلوس دي من الفريلانسنج علشان اصرفها في الكلاب الفلاني ولا اشتري خمره ولا ايا كان حاجه حرام، كده اصلا خلاص الفلوس دي من الاول حرام، لان النيه اصلا كانت حرام. انت داخل بنيه حرام،
فالشغل ده حرام والفلوس حرام وكل حاجه حرام، لان النيه نفسها كانت حرام. غير لو جددت النيه وتبت خلاص كده دي قصه تانية بقت حلال وخلاص. فعشان كده برضو ممكن بمجرد النيه الشغلانه الحلال، انت كنت اشتغلت جرافيك ديزاينر اللي جامع بس انت نيتك انا الفلوس دي اخدها اصرفها في الحرام، فانت خليت الشغلانه كلها حرام برضو. فالنيه شيء مهم جدا. وثالث مثال وده اخر مثال هنتكلم فيه لان ده اكتر حاجه انا بشوفها، وهي في الاي كوميرس او التجاره. التجاره حلال، في انواع كتير مختلفه من التجاره، بس التجاره في المطلق حلال اللي هي الجينيريك كده حلال تمام. طيب زمان كانوا بيعملوا ايه؟ زمان كان مثلا لما بيبيع خضار يحط في الوش كده في السبت الخضار النظيف قوي الفريش الجميل، وفي الظهر بيحط الخضار البايظ. فالراجل بيشتري منك كده البتاع كلها الشكاره كلها، بعدها لما يروح بيته ويطلع يبص يلاقي ده كل الكميه اللي تحت كانت بايظه واللي فوق بس هي اللي كانت سليمه. انت كده ضحكت عليه. طبعا دي فلوس حرام 100%. طيب احنا النهارده للاسف بشوف حاجات كتير جدا على السوشيال ميديا من سواء لوكال براند سواء من انترناشونال براند سواء من صفحات على انستجرام، كميه ناس بتعمل تجاره بعشوائيه. هو بالنسبه له التجاره يا باشا الراجل اشترى ودفع الفلوس ابعت له بقى اي حاجه وخلاص، مش على الله مش فارقه. منتجات بتيجي بايظه، منتجات بتيجي مش صح، تسويق بيبيع لك حاجه معينه ويجي لك المنتج حاجه تانية خالص. بتعامل العميل معامله غلط، بتحتكر السوق، بتحط سعر مش السعر الحقيقي، او مش عايز تقول السعر عشان تبيع لكل عميل بسعر والجو ده كله. انا بديك مجرد مثال. خلي بالك في كميه تفاصيل في التجاره تخلي تجارتك حرام، كميه تفاصيل انت مش متخيلها. انت اصلا لو ادركت التفاصيل، كتاب قد كده بيحكي لك التجاره الحلال وسنن التجاره اللي الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بيها علشان تبقى تجارتك حلال وصح. لو قريت التفاصيل دي كلها هتبقى خايف تبدا تجاره للدرجه دي، هتبقى خايف تبدا تجاره. احنا كلنا والله يا باشا انا متعلم ماركتينج وسوشيال ميديا وفي مصنع بيصنع، انا خبير تجاره وعملت 1,000,000 جنيه في الشهر مبيعات و2 مليون جنيه ومش عارف ايه. هل انت عندك فكره دي كانت حلال ولا حرام؟ مشكله كبيره جدا. انت اصلا ما فكرتش، عمرك ما فكرت ان انت علشان حطيت مش عارف سعر ايه ولا عشان عملت اعلان فيه ايه ولا كده، عمرك ما دخلت في التفاصيل دي، عشان عمرك ما سالت اصلا هي حلال ولا حرام. وللاسف الحاجات دي فيها حلال وحرام برضو، الحاجات دي برضو فيها التفاصيل دي. فطول ما احنا بنعامل الشغل عامه من غير احسان ومن غير نيه سليمه ومجرد بس عشان نعمل الفلوس وخلاص، في الاغلب في حاجات كده بتقع مننا بتبقى حرام. وطبعا انا متفهم يعني ان احنا مش قصدنا، يعني اكيد الواحد مش قصده. انا عندي كده نظريه ان مفيش حد نيته وحشه في المطلق، مفيش حد بيصحى كده من النوم يلا بينا بقى النهارده نشوف ازاي نعمل تجاره حرام، لا مفيش حد نيته كده يعني. ولكن الحاجات الصغيره اللي بتقع مننا دي ده عيب علينا احنا، ان احنا اللي مقصرين، ان احنا ما سالناش اصلا. ما حدش فينا فكر هو في تجاره حلال وتجاره حرام. طب الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو كان تاجر، يعني كان تاجر شاطر كمان، ليه ما حدش سال طب اخلاقه في التجاره كانت عامله ازاي؟ طب هو كان شاطر ليه؟ يعني كبزنس مان الرسول صلى الله عليه وسلم كان شاطر وغني وبيكبر الفلوس. ومش بس كده، يعني لما يعني السيده خديجه رضي الله عنها كانت بتبعته يتاجر في السلع بتاعتها، ما كانش مجرد بيبيع السلع يجيب الفلوس ويرجع يلا انا بعت كل حاجه. ده بيقول لك كان بيبيع وبالفلوس اللي جت دي يشتري سلع تانية فيبيعها باغلى فيكبر راس المال، فكان من اشطر التجار الموجودين. يعني سيبك من الحلال والحرام، انت اصلا عايز تقول انا عايز ادرس الموضوع ده عشان افهم انا ازاي ابقى بزنس مان شاطر. يعني انا ببقى عايز افهم ده. او حتى عبد الرحمن بن عوف يعني رضي الله عنه برضه كان اغنى اغنياء العالم مش ساعتها، لا العالم حتى لحد النهارده. طب هو ازاي عمل ده وازاي عمل ده ووفق ما بين الدين وازاي عمل ده وبرضه مبشر بالجنه يعني هو ما شاء الله قفل دنيا واخره بالنسبه لنا يعني على مقاييسنا اللي مبنيه على الفلوس بس. فهو الواحد بيبقى عايز يقرا كبزنس مان انا ازاي ابقى زيهم، فبتقرا بتلاقي ان هم كانوا بيتقوا الله. يعني ايوه يعني لما لف ودور بس فين الاستراتيجي؟ اتقي الله يا عم على الله. والله وانا مش هتقي الله، ما انا بتقي الله، بس قول لي بقى الاستراتيجي. عمل ميديا باينج يعني؟ لا ما عملش ميديا باينج، كانوا بيتقوا الله في كل حاجه. وطبعا في تفاصيل لده وفي كتب كتيره لده. فيعني اللي عايز ارجع له تاني ان انت لو بتبدا اي نوع من انواع التجاره ومش حاطط في دماغك فكره ان انا هكون بتقي الله في كل حاجه بعملها منها التسويق كمان، في مشكله كبيره جدا. وعشان كده لازم قبل ما تبدا اي بزنس او اي تجاره او اي شغلانه او تيجي تعمل اي فلوس تسال نفسك هل الفلوس دي حلال ولا حرام. لان يعني للاسف في الزمن اللي احنا فيه الحرام بقى كتير قوي وسهل قوي ومحدش بيتكلم عنه. ولذلك احنا قررنا نعمل حلقه تقريبا 24 دقيقه عشان نتكلم عنه. واتمنى تكون فهمت الحلقه. وتاني انا بفكرك بحاجه للناس اللي ما اتبسطوش لاي سبب، انا مش راجل بتاع دين ولا شيخ خالص يعني. واعتبر الكلام اللي انا بقوله فيه غلط، اكيد فيه غلط، يعني طبيعي انا بقول حاجات غلط. اللي عايز اوصله لك بس انه
انا بحاول اجتهد على قد ما اقدر، وانت لازم غصب عنك تجتهد طالما انت عايز تعمل فلوس. فانا مش بقول لك خد الحلقه دي ان انت خلاص كده فهمت الحلال والحرام، لا، بس خد الحلقه دي ك باب بيتفتح لك ان انت تروح بقى تبدا تسال عن الحلال والحرام، تشوف بقى فيديوهات من ناس بتقعدين فعلا فاهمين في الكلام ده، دارسين الكلام ده، مش من واحد زيي او من حد شبهي او كده خالص. روح للناس فعلا اللي فاهمين في الموضوع ده وخش في تفاصيلها. انا كنت مجرد بس بلقي كده الفكره قدامك، واتمنى تكون الفكره وصلت لك، واتمنى تعمل فلوس حلال من هنا ورايح. واتمنى تكون الحلقه عجبتك، وتنساش طبعا تعمل لايك وكومنت وشير وسبسكرايب في القناه لو ما عملتش، وتكتب كومنت تحت، واشوفكم في الحلقه اللي جايه.